يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده هعمل معاكم زي ما انتم شايفين كده الفراخ الشامورت المحشيه بحشوه، ولا احلى ولا اروع من كده. اتمنى ان انتم تجربوها بطريقتي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. شايفين بقى الجمال؟ شايفين الجمال والحلاوه عامله ازاي؟ اتمنى ان انتم تجربوها بطريقتي. ويلا ندخل على الطريقه والمقادير. حبايبي، انا هحتاج زي ما انتم شايفين كده فرختين مغسولين كويس، كوبايه رز، لكل فرخه نص كوبايه رز، بصل، طماطم. هحتاج الكبد والقوانص بتاعه الفراخ، بصله مبشوره. هحتاج بقى معلقه قرفه، ملح، بابريكا، 7 بهارات، فلفل اسمر. هجيب الكبه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، هنزل بيها بقى ايه بالبصل والطماطم. البهارات كده بتاعتي، هفرمهم بقى على الكبه وارجع لكم بعد بقى ما فرمتها زي ما انتم شايفين. اجيب الفراخ بتاعتي كده، التتبيله دي جميله. كل التتبيله بتاعتي كده لازم ادخلها كده، اسيبها بقى ايه في التتبيله نص ساعه ساعه براحتك خالص. نركنها بقى على جنب. تيجوا بقى نحط طاسه على البوتاجاز ونشوف هنعمل ايه. زي ما انتم شايفين كده حطيت طاسه على البوتاجاز، هنزل بقى بسمنه. بصوا بقى زي ما انتم شايفين كده، هنزل بالبصله بتاعت الفلفل الثوم، نزلت بقى بالكبده بتاعت الفراخ، هنزل بمعلقه زي ما انتم شايفين كده من التتبيله اللي انا عملتها. دي بقى ايه نص معلقه قرفه، فلفل اسمر، ملح، هنزل بيهم كده. نزل الرز بتاعي اللي مغسول، ده رز مصر عادي. هنزل بقى ايه اهو، هسيبه بس يستوي نص التسويه وهنشوف هنعمل ايه. زي ما انتم شايفين اهو، هبدأ بقى ارفعه من على النار واسيبه يبرد ونشوف بقى الخطوه التانيه هنعمل ايه.
زي ما انتوا شايفين كده حطينا الحله على البوتاجاز زي ما انتوا شايفينها. هنزل بيها بقى ايه البصل بصل وطماطم وجزر زي ما انتوا شايفين كده اهو. هنزل بقى بورق لورا وقرفه وفلفل اسمر وملح، واسيب الحله بقى تغلي خالص، وبعدين ننزل بقى بالفراخ اللي احنا هنحشيها مع بعض اهو. زي ما انتوا شايفين بقى نبدا ان احنا نحشيهم. شايفين هدخل الحشو زي ما انتوا شايفين كده من هنا. اهو في قلبها. هبدأ كده ادخلها من هنا كده زي ما انتوا شايفين، واروح التانية نفس الحوار كده من تحتيها كده. شايفينهم بقى انتوا زي ما انتوا شايفين كده. هنزل بقى ايه بالفرخة بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. وزي ما انتوا شايفين كده هغطي بقى الحلة عليها واسيبها بس ربع ساعة واوطي عليها. هسيبها اول بس ما تعمل صوت هروح موطيه خالص خالص خالص. زي ما انتوا شايفين كده انا لسه مخرجاها زي ما انتوا شايفينها. شايفين بقى عامله ازاي مستويه جدا. هعمل ايه بقى؟ عملت صوص، دي صلصه على معلقتين كاتشب، نص معلقه عسل نحل زي ما انتوا شايفين كده، رشه فلفل اسمر، رشه ملح، وهنجيب بقى ندهنها. ممكن تدهنيها كده، وممكن ان انت تحمريها في الزيت تبقى برضو جميلة جدا. هدخلها بقى الفرن تتحمر وهخرجها لكم بقى يا حبايبي. انا لسه مخرجاها من الفرن زي ما انتم شايفين اهي. شايفين بقى الجمال الفراخ عامله ازاي، هي لسه سخنه. هنقلها بقى، هديك طبق التقديم او اي حاجه عندك. شايفين بقى يا حبايبي، شايفين بقى جمالها، الحلاوه بتاعتها عامله ازاي. شايفين اتمنى ان انتوا تجربوها بطريقتي، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. شايفين بقى الجمال. دمتم في رعايه الله وامنه، واستنوا فيديو جديد.